مشكلتنا ممكن مع المغرب اليوم سي لا كونفدراسيون افريكان اللي مسيطر عليها المخزن هذا. هي صبحنا اليوم احنا نعاني من ماهوش ديريكتومون من المغرب، نعاني من الكاف. نبعثوا لا دوزيام ايكيب الجيريان، احنا اللي همنا لا كوب دي موند، ما نلعبوش لا كوب دافريك. كمل الحلال يا عليلو. وين المشكل؟ هنا راك تغامر ربما بعض اللاعبين اللي حابين يلعبوا كاس افريقيا. تضمن لك اليوم التذاكر، كيفاه انت بلد مضيف راح يلعب جاي ضيف، التيكي نتاعو خلاص. نلعبوا ضد الحكام، نلعبوا ضد الكولسان، نلعبوا ضد الجمهور، نلعبوا ضد كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الإعلام الجزائري يمهد الطريق ويقول علينا الانسحاب من كأس إفريقيا بالمغرب. الاعلام الجزائري حاس براسو بانه المنتخب ديالهم ماشي ذاك المنتخب اللي غادي يقدر ينافس ويمشي بعيد في كاس افريقيا في المغرب، نظرا للمستوى اللي شفناه على مستوى ديال التصفيات ديال كاس العالم. واجه منتخبات ضعيفه، والصومال اضطروا انهم يشريوا المباراه ديال منتخب الصومال ويجيبوه ويلعبوا معاه في الجزائر باش انهم يتاهلوا لكأس العالم، لأن فشلوا في الانتصار في المباريات السابقة. واليوم الإعلام الجزائري راه يبرر الفشل ديالهم، وراه يبرر أن المنتخب ديالهم ضعيف. حاولوا ما امكن، خرجوا بواحد الخرجه اعلاميه اليوم كيقول لك اودي حنا عارفين راسنا غادي نظلموا في المغرب في كاس افريقيا، لان البدايه كانت من الفيزا ديال الجمهور والتذاكر ديال الكان، وكذلك ايضا المشكل ديال التحكيم. ولا كيبكيو من الان، راهم كيبكيو ديال المشكل ديال التحكيم. قال لك الحل ديالنا هو اننا ننسحبوا. اليوم راه الاعلام الجزائري يقول علينا الانسحاب والذهاب بمنتخب يعني محلي ولا منتخب عادي رضيف يقدر انهم يمشيو يشاركوا بالمنتخب عادي، وما يديوش اللاعبين ديال المنتخب الاول. قال لك نخليوه باش نوجدوه لكاس العالم 2026. وحنا كنشوفوا منتخبات افريقيه كامله، لا العربيه لا الافريقيه، فرحانه بهذا العرس الكروي الافريقي، فرحانه ان تجي للمغرب باش انه تلعب وتساعد وتجيب النجوم ديال العالميين باش انهم يلعبوا يستعدوا للمونديال 2026 بامريكا وكندا والمكسيك. لكن هاد الناس شي حاجه وراء هاد الخرجات الاعلاميه ديالهم، يعني عارفين راسهم راه ما غادي يديروا حتى شي حاجه. واليوم راهم يديروا الاسباب بالجمهور والكولاسه والقجع والمؤامره على المنتخب الجزائري، والتذاكر ما كاينيش. وكذلك ايضا نتكلموا على نقطه اخرى، هو انهم ينسحبوا ويلعبوا منتخب عادي. قال لك هنا باش نكون واحد الرساله قويه باش اننا نصفعوا الكاف، لان ما ديناش المنتخب الاول، دينا واحد المنتخب عادي نكونوهم لاعبين عاديين ونديهم باش يشاركوا في كاس افريقيا في المغرب. لان قال لك عارفين راسهم راه غادي يتعرضوا على المؤامره ويتعرضوا التحكيم غادي يكون ضدهم ولا، ولكن هما في نفس الوقت كيبرروا غير الفشل ديالهم، وعارفين راسهم ان المنتخب ديالهم والمستوى اللي بان به في التصفيات ديال المونديال ما غادي يدير حتى شي حاجه. وهما كيسبقوا الاحداث حاليا، كيرميو الكره في المرمى ديال الملاعب ديال كاس افريقيا 2025، ويقول لك اودي باللي غادي نتعرضوا للتحكيم والمنتخب الجزائري مستهدف. نخليكم اخواني مع هذا الفيديو نضحكوا شويه ونتلاقاو في النهايه ديالو. مخاوف من جوائز الكاف شاهدناها اليوم، لكن المخاوف الكبرى التي تلقي بظلالها هي بطولة كأس إفريقيا. شاهدنا التحكيم كذلك في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام أوغندا هنا في تيزي وزو، كان فيه ربما بعض النقاط غير المفهومة. ما الذي يجب أن نفعله اليوم، سواء كوسائل إعلام، ربما كرئيس اتحادية، وكجماهير كذلك؟ شوف، راه أشار لواحد النقطة، هي المخاوف. كلمة مخاوف، احنا هذا شباب جزائريين راح نمثلوا بلد في اكبر تظاهره افريقيه. نعم. المغرب. اذا كان احنا ما نقدرش نشتغل مع ناس، ما نقدرش نثيق في ناس اللي خلطوا السياسه بالرياضه. نعم. لان كل ما هو صاري اليوم للمنتخب او للجزائر من الجانب الرياضي هذا متعلق بالجانب السياسي. لا كان المفروض احنا عندنا مشكلتنا مع المغرب. اليوم سي لا كونفدراسيون افريكان اللي مسيطر عليها المخزن هذا. هي صبحنا اليوم احنا نعاني من ماهوش ديريكتومون من المغرب، نعاني من الكاف. يعني باش ما يخرجش لك خدمه المنافق. نعم. ما تعانيش منه، تعاني من الكاف. هذا المشكل هذا. على هذه اللي انا رميتها، يعني ممكن بطريقه سلسه قلت حتى للمشاركه احنا لازم نندد باش انا ما نعترفش بك. انا اليوم باش نجيب لك ممكن منتخب اللي راح تديروا في ظروف صعبه، وراح تعبنا وراح تعب اللاعبين تاعنا وتخرجنا لامور احنا ما نتمناوهاش. انا نبعث لك اونيكيب اولمبيك، الجزائر تشارك، نوع من التنديد. حتى لا كونفدراسيون افريكان دو فوتبول لما تشوف المنتخب الف
الجزائري اللي متكون من لاعبين نجوم كبار ما همش راح يدخلوا لا كونفدراسيون افريكان، ما من جهه الفيفا راح تطرح السؤال وين المشكل؟ هنا راك تغامر ربما بعض اللاعبين اللي حابين يلعبوا كاس افريقيا كاخر ربما بطوله كان في تاريخه. احنا مصلحه اللاعب ومصلحه المنتخب. ضمانات من الاتحاد الافريقي يكون ربما ما كاش اللي يقدر يضمن لك يا اخي. شوف ما كاش اللي يقدر اليوم يضمن لك. نعم. اذا كان لا كونفدراسيون افريكان تضمن لك اليوم التذاكر، كيفاه انت بلد مضيف راح يلعب جاي ضيف التيكي نتاعو خلاصو، والبلد اللي موجود هو المستضيف بعدين تصيبوهم في السوق السوداء. تصيبوا في السوق السوداء. هذه يعني بدات لا مانوفر بدات قبل ما ننتقل باش يديروا المنتخب نتاعنا واللاعبين نتاعنا يديروهم تحت ضغط. احنا ماناش حابين الضغط، احنا نلعبوا كرة القدم، راح نمثلوا بلاد. اذا كان اليوم قدرنا نحموا نفوسنا ونمشوا ونلعبوا، احنا ماناش باش ندور كوب دافريك، احنا راح نمثلوا الجزائر احسن تمثيل ونبينوا بلي الجزائري حتى في الظروف الصعبه متواجد. هذا حل. الحل الثاني انا ما نعترفش بالكونفدراسيون هذه بهذا الطريقه اللي راك تشتغل بها. نمثل بلادي نمثلها بلاعبين. نعم. الجزائر تكون ممثله وما تنتظرش انك النجوم الجزائريين يجوا يلعبوا عندك. نعم. سعيد كناوي، ربما اخر نقطه في هذا النقاش نعود الى الجوائز. طبعا ربما بنظره سريعه الى حد ما من الصعب ان يتوج اي سواء المنتخب الوطني اللي مرشح ضمن افضل المنتخبات، ربما ولا على الاقل نكونوا حذرين قبل كاس افريقيا التي كما قلت راهي على الابواب ما بقالهاش كثير. يعني هل هذا الترشيحات وتغييب الجزائر الى حد ما ربما يجعلنا حذرين قبل كاس افريقيا؟ وش لازم نديروا بكل صراحه؟ انا نعطيك صراحه نتكلم لك بصراحه. واش انا نفكر، انا عندنا طريقتين. نعم. الطريقه الاولى انه نشارك ونعتمد على انفسنا، نلعبوا ضد الحكام، نلعبوا ضد الكولسان، نلعبوا ضد الجمهور، نلعبوا ضد كل شيء. نركز الا في اللعب ونمثلوا بلد اسمه الجزائر ونمشوا. لازم نتوقع هذه الاشياء منذ الان. منذ الان نعرفوا باللي رانا ماشيين يفو افوار كيما نقول ان مونطال دو فير داسي. نمشيو ونكونوا اقوياء خاصه ونعتمدوا على انفسنا ونعتمدوا على اي شيء. il faut pas répondre aux provocations. نعم. او الثانيه اللي انا نظنها نبعثوا لا دوزيام ايكيب الجيريان. احنا اللي همنا لا كوب دي موند، ما نلعبوش لا كوب دافريك. نبعثوا الفريق نتاع الابريم يشارك للمشاركه. الجزائر تكون موجوده لغايه الان. معليش ولا نبعثوا فريق يشارك في مسابقتين. يشارك في مسابقتين ما عندناش مشكل. نعم. يروح يعني هذا تنديد بالشيء هذا اللي راه يصير، وتنديد بالامور فيما يخص التذاكر، فيما يخص اختيار اللاعبين. يعني احنا بدينا نحسوا ان في ضغط على المنتخب الجزائري وعلى الكره الجزائريه عامه، باش هناك ما يكونش المنتخب الجزائري في يعني مرتاح وفي اريحيه تامه. نعم. ويفكر الا في كره القدم. نعم. سعيد، ربما البعض في مرحله سابقه كان يربط غياب الجزائر عن الترشيحات وربما بعض الظلم اللي كنا نحسوه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم بغياب ربما مسؤولين من الاتحاد الجزائري عن مراكز صنع القرار. اليوم الامور اختلفت. هل هذا الشيء عنده علاقه مباشره او غير مباشره بهذه الترشيحات، على الرغم من انه شاهدنا اليوم في فريقين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة مرشحين ضمن أفضل الفرق، فيه كذلك بالقاسم يسأل الهداف السابق لاتحاد العاصمة ضمن الجوائز. لكن هل ربما غياب المسؤولين يكون عنده كلمة في هذه الترشيحات؟ لأنه اليوم الاتحاد الإفريقي كذلك ما يوضح لناش كثير هذه الترشيحات، من يقوم بها، كيف تتم، من تم إقصاؤه في آخر دقيقة. ربما تفضل سعيد. شوف أخي عز الدين، هذه احنا ما نرموش إلا على يعني العدو بين قوسين كالمرياضيين. نعم. ما نرموش الا عليه. يعني الاخطاء احنا كان عندنا اخطاء، احنا حاربنا انفسنا. نعم. لما الجزائري ضرب الجزائري في تواجده في الكاف وقلنا ان الجزائر لازم تكون متواجده في الجانب الفني. صحيح. لا ديريكسيون تكنيك نتاع الكاف. الجزائر لازم تكون متواجده في الاربيتراج. الجزائر لازم تكون موجوده في الاكزيكوتيف. اي نو زافون لي مويان، عندنا الامكانيات. بالضغط ما يكونش الضغط الا كروي، حتى وليد صادي يكون عنده الدعم السياسي. نعم. لازم الجزائر تحط بكل ثقلها، لان هذا راه يمثل 45 مليون جزائري، والجزائريين يحبوا كره القدم ويتابعوا كره القدم. اذا احنا لازم الاريحيه تكون من احنا باش نرتاحوا لازم تكون عندنا قوه ويكون عندنا نفوذنا ونخدم الكولسه مثل ما هما يخدموا يعني الكولسه لصالح يخدموا مصالحهم. احنا لازم نكون اقوياء وتدريجيا ندخل. ونظن في بدايه يعني فيه بدايه انه راح نكون ان شاء الله في المستقبل القريب، لان في بعض الترشيحات. نعم. ان شاء الله لما لا نكون احنا اصحاب القرار. كما اليوم بعض الناس راهم اليوم ياخذوا القرار
في مكان المسؤولين تاع الكونفدراسيون افريكان دو فوتبول. كما استمعتم معنا، الإعلام الجزائري يلقي فشله وفشل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في التسيير ديالو، أو كذلك في الأداء الباهت اللي شفناه للمنتخب الجزائري في التصفية ديال كأس العالم. وكيقولوا بأنه عليهم الذهاب إلى المغرب ليس بالمنتخب الأول وإنما بمنتخب يعني من اللاعبين المحليين، منتخب عادي. قال لك أنهم باش يمشيو ويصفعوا الكاف باش ما يشاركوش المنتخب الأول. قال لك علاش؟ لأن غادي يتعرضوا قال لك للتحكيم وكل شيء غادي يكون ضدهم، الجمهور ضدهم، القجع ضدهم، التحكيم كذلك ايضا. يعني نهار اللي كانوا كيتكلموا على الملاعب كيقولوا الملاعب ماشي واجده ويطالبوا بانسحاب كاس افريقيا في المغرب، نهار اللي خرجت المظاهرات خرجوا كيشوشوا على الملف ديال المغرب ويقولوا على الكاف انه يجتمع باش انه يسحب البطوله من المغرب. وخرج رئيس ديال الكاف باتريس موتسيبي خرج وفضحهم وقال لهم ودي المغرب هو الخيار الاول والخيار الثاني والثالث، يعلن نقاش فيها المغرب سينظم هذا الحدث القاري. مساكن سكتوا عاوتاني. التتويج ديال المغرب ما قدوش يخرجوا انهم يهضروا ويباركوا على الاقل النوع الاقل خبر يتنشر، ولكن ومع ذلك استمروا في الصمت ديالهم. واليوم خرجوا كيتكلموا على الانسحاب ديال المنتخب الجزائري من كاس افريقيا 2025 والسبب المنتخب ديالهم ضعيف وما غادي يدير حتى شي حاجه، وعارفين الرسم المستوى ديالهم ما غاديش يقدروا ينافسوا ولا يمشيوا بعيد في المسابقات الافريقيه. وكان قالها لهم رئيس الاتحاد ديالهم، قال من الهدف ديالنا في المغرب هو انه ندوروا للدور الثاني فقط. اخواني اعطوني الراي ديالكم في هذا الموضوع، ما تبخلوش لنا باراء ديالكم، خليونا لايك للفيديو. الناس ما مشاركينش معنا في القناه نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما